baarista xilli hore waxa ay yaraysaa faafidda cudurrada sida duumada iyo covid. qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yaraysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo u nuglaanshaha covid-19. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث درس سدحات بيعة العقبة الأولى والثانية. بيعة بلنقشي اللي هو قال مكانك عقبها بوسكي عقبها عقبة كوات عقبة لبات ها رسولك عليه الصلاة والسلام بلنتي والله قال غير مدينة بلنتي كوات بلنتي لبات إن شاء الله كشكينا أو هيدا جوجل دقي هجرة. عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل العربية في موسم الحج. سيدات أكتر وأدبر طيبة النبي عليه الصلاة والسلام حب النجر الإسلام قبيلة عربية حلق حج برك لجاره. وفي موسم الحج حلق حج من السنة دي يطمنات من البعثة السوسارديسي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لح قبول كل ما لا قفوت من خزرج كسو كمدعين قبيل خزرج جيابه كمدعين قبيل كاسو قرب مكة بكل كلمة فعرض عليهم الإسلام كوبندق وتلا عليهما القرآن الكريم وحولك أغري قرآن كريم فشرح الله تعالى صدورهم وأسلموا وقلب جودا إلهي وحكوا السجي دين الإسلام كشرحي كدمنا وأسلمين واتفقوا على لقائه في موسم القادم وحين كوبلا من السنة تمس أركان ورجعوا إلى المدينة ولابتن وأخذوا وحين جودا لم ينشرون خبر الإسلام فيها إلى كفا فينيان دين الإسلام مقالة قديدة. ولما كان عام التالي سنة كيلوات مركز نقطة حضر إلى مكة يمادين لبيئة طبان قف أيقوا رجل من أوس غير أوس كمدي وخزرج غير خزرج كمدي فاجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل من في مكان قرب مكة من مكة ولم يقال له عقبات وبايعوا على الله يشركوا بالله شيء ورسولك كل بلان قال إنس إلهي وحكوا لمان شيء ولا يزرقوا أيس وحد ولا يزنوا إنس سنيسا ولا يقتلوا إنس دلين أولادهم عروتهم فإن وفوا فلهم جنة هذه أوفيان وحيلين جنة. وعرفت هذه البيعة باسم بيعة العقبة الأولى وإن الله مقع بعض البيعات بلنقل كاس بيعة عقبة كوات وكانت في سنة لبي طمرات من البعث بين أخوته سنة سوساردي لبي طمرات. ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بهم في موسم التالي رسولك وحكولا بلان قال إني مال سنة قدام بلا أركان وفي مكان نفسي بوسكي نفسي فلما أرادوا العودة إلى المدينة بعث معهم مصعب بن عمير مركي دمعين إني أقول أبطال مقالة المدينة ورسولك دول صحابي جليل كان مصعب بن عمير رضي الله عنه الله كراضي ليقرأهم سوق أغري القرآن ويعلموا الإسلام كن أوبره ويفقههم في الدين تينو فانسيه فأسلم على يديه عدد من الزعماء الأوس والخزرج عند اسكو اسلام ضد بدن او الأوسط كوزيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم لوضبوا وحي اجلاء قبيلتها باكو اسلامي وانتشر الاسلام حتى لم يبقي في مدينه الا اسلام كان وكفى في مقاله الا سكار في المدينه بيت غري الا وفيه ذكر الاسلام غرغاسو لو خصي دين الاسلام ومعني معيته يعني غري كس هل قفا كاسلامو اما يا هل قفا كاسلام اما ايو كاسلامين او غرغيس كلغود اسلامين لكن هذا الكدين أفكر كوايا آثار بيعة العقبة الأولى ذاتك ليش بيعة العقبة الأولى معناتها لقد رسمت هذه البيعة ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم في مرحلة التأسيس واحد صورتي بيعة إن لقمار بين أمة مجتمع مسلمة في مرحلة التأسيس كجرته فلا بد أن يكون هذا المجتمع ظاهرا في عقيدته كو الظاهر كعقيدته موقته بعيدا عن الشرك بالله كان فوق إلى إنه وحكوله ماليان متميزا في سلوكه لسه عن أخلاقه بعيدا عن عادات الجاهلية أيقو كفوقانا عادات الجاهلية الأولى هوري من قتل دلك والزنا والسرقة يكفسك أصبح المسلمين المستضعفين في مكة إخوة في الإسلام خارج بلدهم وحاسدوا كلا لحري مسلمين تبرت الدرناء مكة كنا لا إنا يلين ولا له كنا مسلمين كنا مقالة ميلان حين انتشر الإسلام في المدينة المنورة بعد أن انطلق المسلمين جدد في المدينة ينفذون شروط البيع بأمانة وإخلاص وعفافي دين الإسلام أيضا يكون صاصيسو مقالة هذه أيضا وفي شروط البيعة بأمانة
وإخلاص أمانة إيه برحتر الآن أيوة وحبكوا درين وين بيعة العقبة الثانية بيعة ذي لبعضهم حاجة شود رجع مصعب بن عمير صلى الله إلى مكة خبيل موسم الحج أنت موسم الحج اللي قلوا صلى الله هو بشر الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق بشارة بانتشار الإسلام كفافديسة في المدينة مقالة المدينة وأن وفد منهم وفد كم إذا أيجا سيقدم عليه إن يوسف قال دون أسيء من ولما حل موسم الحج مرقي موسم الحج إلى قال جاء وحى يمد الرسول صلى الله عليه وسلم يمد تضباطا إلى رجلا صدع تضباطا رجع وامرأتان إلى بعض ضمر وهما وحيان نصيبة بنت كعب المازنية وأسماء بنت عمر باوي ماذب واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من عند العقبة عقبة أكتر وحضر اللقاء إلى عباس عباس باب مركي كلن كي صو حاضر عباس وعلن قال مركا ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيسا وكانوا عيري ما يزال المشركين ما كما بحوين واخبرهم وحوشك ان ابن اخيه ويلك ولالك ودلو اديرك وياي ما زال في عز من قومه انه سكزول شرفتي ريركيسا شرف بكل ريرك له ومنعه في بلده ومنعت في بلده بلد كيسا دد wax ka reebi karo wax ka celin karo inay joogan oo waxba lagu gaarsiin karin wa annahu asaga أبا إلى انحياز إليكم وأنا ديد عنك إلا إذك إنه إذنتم حقين وآدمات ولحقوا بكم إذن الرعا فإن كنتم ترون أنكم وافون له هديئة كوا أوفنا أصيغا بما عدتموه وحكوا لبلان كشان إليه أصيغا وما نعوه أذكر بسان ممن قال فأوكيك سور جسو وإنه دلسكوته فأنتم وما حملتم بذلك من ذلك إذك إيه واحد حنبار ستين إذك أصيغا ومعني وعوه هدي وحقاران إذك إذك أصيغا وذي ويرياوي وإلا فدعوه هديك الإسكداية فقالوا وحيرا يا مركب ماشي هددات باتمت ماشي عباس وحوش شاقي إنه النبي الله اللي ركنش إني صبري الله هين إن هدي وحقاران أيقنا وحقاران دون قد سمعنا ما قلت وأنا مقلني وحاتربي هذه فتكلم يا رسول الله الله هذه الهضره فقلت قاضى لنفسك قاضى ولربك ما أحببت واحد عشاء قوان قاضى قوان كاسو هذه ربك وحد عشاء فقال صلى الله عليه وسلم اشترطوا لربي أن تعبدوه ربي يقول بلانكشين إن عبدان وحده كليس ولا تشركوا به شيء إذا الله مانع ولنفسي نصد إذا أن تمنعوني إن تقرب بيسان مما تمنعون منه واحد كربتان نساءكم هوينكين وأبناؤكم عرورتين متى قدمت إليكم مركا إذن سوق عنك فبايعوا كل بلانك على ذلك أرقص ثم طلب إليهم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليه إن أسس صاران لبئية طوان وأياك منهم ليكونوا سيون كفراء على قومهم قوم كفيلك فأخرجوا له وحوس صار 9 من الخزرج و3 من الأوس سقال غير خزرجة يسدح من الأوس ثم قال لهم عير أنتم كفلاء على قومكم قوم كينا كفيلكتين ومسلكتين ككفالة الحواريين سيدي غير حواريين وغايا لعيسى بن مريم وغايا عليه الصلاة والسلام وأنا كفيل على قومي أن قبيل غير قريش من كفيل قالوا عير نعم هي فبايعوا على النصرة والتأييد وحين كبلا قالين قرقارد يسكال ميسي وعادوا إلى المدينة مقالة المدينة أولابتين دون أن يشعر المشركين أيضا مشركين غير قريش يسفامين ببيعهم بيعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أثار بيعة العقبة الأولى راتك الله بيعة العقبة الثانية محيتها هيت هذه البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصارا يحمون دعوته رسولك عليه الصلاة والسلام وحي أديار السي بلنقل كان وحي أديار السي أنصار قالوا أهي لساسي قرب يسجوكتي يحمون دعوته ودعوه سأهي لسه الله إتاحة الفرصة للمسلمين الذين لا يستطيعون آداء وعي فرصتي المسلمين الذين لا يستطيعون آداء شعائرهم إن يقولون أرموه كم وقتوا إسلام نماذي قركي قميص كدوق وطن الدينية لينتقلوا إلى بلد يوفر لهم أهله الأمانة والإتمان على أنفسهم ودينهم أيها الربان مقالة إن أقولان نبضكو هليان حسلونكو هليان الكودة النفط دين تودا سدح كانت هذه البيعة مقدمة لهجرة المسلمين إلى المدينة بيعة واحد مد قول حارسي هجرة رسولك المسلمين وجروا إلى المدينة وأذن بجهاد المسكين وحنا الأمر كذب إن الجهاد ولذلك سميت على بيعة العقبة وعلى به الثانية بيعة الحرب بيعة بلنقلك دقالك الدروس والعبرة المستفادة دروس أنك فائدة العبرة أنك قادرين معتها على الأمة أمته الإسلامية أن تحسن الإعداد والتخطيط في مواقف الحياة قفك بن آدم كمسلم على قد دونية أمة مسلم على قد دونية إني هجاجسه ديار جروج هذا
كارت جيحيتيدا أما قوان قارديدا في موقف الحياة اللي كجارته المرأة المسلمة تشارك في حمل الدعوة الإسلامية ونشرها وحكى لك سنة الدمر كإسلام كان كقيب قدن قران ففد الإسلام كحملة ذا صدح الداعية المسلم يبدل ما فيه وسع لنشر رسالة الإسلامية وحمايتها قف الداعية المسلم كان على الدنيا إنه قليو وحي تبرتي ساعة سو الإسلام كان أفافه رسالة الأمة وقارته لونا إلى حمايتها لونا تعلم هاي كان عدد من البايعين بيعة العقبة الثانية من الأوس يتبن بأهايين رجال وباقون من الخزرج ويقول سنة مركة تضباط اللي شنتي مركة كويتو من لقجره لحدا يبحكوا صار أفر لحدا أفرتي لحدا يلبا أو رجع يلبا دمر خزرج أهايين انت كلا كويتو مكان أورن أوس بأهايين التقويم متى حصلت بيعة العقبة الأولى ولماذا سمي بذلك على ماذا بايع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى سدح لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة وعلى ماذا يدل على ذلك أفر كم كان عدد المبايعين في بيعة العقبة الثانية وعلى أي شيء بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم شن بين مهمة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية شلح اذكر أثرين لبيعة العقبة الثانية تضب لماذا سميت بيعة العقبة الثانية ببيع الحرب وبالله توفيق صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشرة انت سوقيا أرضية سبسكرايب ده إن شاء الله سلا ساينو بلنا وبالله توفيق baarista xilli hore waxa ay yareysaa faafidda cudurrada sida duumada iyo covid qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo u nuglaanshaha covid-19